السلام عليكم، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم غادي نبارطاجي معكم المشاركه ديالي في السومي ماراثون في اكادير، ماشي كمشارك في الماراثون ولكن كمنظم. يوم الاحد 5 مايو 2024 شاركت في تنظيم نصف الماراثون اللي كان في مدينه اكادير. البدايه كانت مع الساعه 7 ديال الصباح. هنا توافدوا جميع المشاركين من مختلف الجنسيات ومن مختلف الاعمار. الانطلاقه ديال الماراثون غتكون مع الساعه 10 صباحا. حنا جينا مع 7 ديال الصباح بحكم اننا منظمين، خصنا نسهروا على العمليه ديال التنظيم باش تنجح. هنا داونا في وسائل النقل باش يحطونا في النقاط اللي كيدوزو منها المشاركين. بدايه عطانا باراسولات على الشمس وكذلك القراعي ديال الماء، وهنا بدينا كنظموا القراعي ديال الماء وكنتسناو المشاركين باش يدوزو من حدانا. كما كتلاحظوا ملي كيجيو المشاركين وكياخذوا واحد القرعه كيطيحوا جميع القراعي. الناس استوعبنا واحد الدرس ديال اننا نبعدوا ما بين القراعي باش الا طاحت واحد القرعه ما تطيحش القرعه اللي حداها. وبقينا مستمرين حتى دازو تقريبا جميع المشاركين. وفي هذا الاثناء كما كتعرفوا كيعجبني نحلل الجانب النفسي ديال الناس، وهنا كنبقى كنلاحظ الحركات والسلوكات ديال بعض الافراد. كاين اللي كيجي بواحد الطريقه غير اخلاقيه، وكاين اللي كيجي بهذه الطريقه هذه كيكون ضاحك وناشط وكيلقي عليك التحيه وكيمشي. ملي سالينا عطاونا شواهد تقديريه، شواهد ديال التطوع، وهنا كتجي الاهميه والقيمه ديال التطوع. اهم حاجه هي انك تحس براسك كانسان كتقدم واحد القيمه ايجابيه للمجتمع، ماشي بالضروره انك تقدم واحد العمل باش انك تخلص عليه. احيانا كيكون العمل التطوعي راحه نفسيه، وفي نفس الوقت كيزيد قيمه مضافه وكيعطيك واحد التجربه اللي ممكن انك ما عمرك تعيشها الا كتسنى انك تقدم واحد الخدمه وتخلص عليها. والسلام عليكم.